مساء الفل. السويتش ستيتمنت لما تبقى حياتك كلها عبارة عن تشويس. في لحظة كده في حياة كل بني آدم بيقف قدام أكتر من طريق، وكل طريق بيقول له اختارني، يا تاخد يمين وتروح تاكل كشري، يا تاخد شمال وتروح تاكل شاورما، يا تكمل لقدام وتشتري القهوة. الحياة كلها سويتش كيزز، بس الفرق إنك في الحياة مش دايما عندك الديفولت ينقذك. وعشان كده لغة السي قالت لك خد بالك، لو عندك قرارات كتير محتاج تختار بينهم بدل ما تغرق في اف لو عندك قرارات كتير ومحتاج تختار بينهم بدل ما تغرق في اف وإلس زي امتحان فيزياء، استخدم سويتش استخدم سويتش استخدم سويتش ستيتمنت وخلي الكود بتاعك أنيق ولابس بدلة فرح. عموما لما تيجي تكتب السويتش ستيتمنت فكر كده دايما، عندي متغير واحد لكن قيمه المحتملة كتير، وعايز كل قيمة منهم تتصرف بطريقة مختلفة. زي مثلا لو عندك رقم اليوم وعايز تطبع اسم اليوم بتاعك، هل هتكتب if وتستخدم الشرط بتاع الدي إذا كان بيساوي 1 وتقول له else if الدي بيساوي 2 وهكذا لغاية لما تكتب ال7 أيام، ولا هتكتب إيه؟ لا يا معلم، السويتش هنا بتقول لك سيب لنا الموضوع ده وخلينا نوزع كل حالة لوحدها كأنها طاولة في كافيه. تعال نشوف أول مثال معانا. أنا عندي متغير اسمه day، عايز أطبع اسم اليوم بناء على الرقم. يعني لو 1 هيطبع له اسم الرقم بتاع 1، لو 2 هيطبع له اسم الرقم بتاع 2 وهكذا. شوف الكود بتاعنا. أولا أنا معرف متغير اسمه day والمستخدم بيدخل القيمة بتاعته عادي جدا. تمام، تعالى بقى نخش على موضوع الحلقة النهاردة، هو السويتش. السويتش بيدخل مع جوه القوسين بتوعها عبارة عن شرط. الشرط ده عبارة عن إيه؟ هو الكيز أو الرقم اللي هيدخل من المستخدم اللي أنا عاوزه، مثلا كيز 1 2 3 وهكذا بقى مع أي كيز أنا عاوزها. تمام، وعندي جوه كل كيز بيتكتب كود بلوك بسيط في آخره بريك علشان يقف بعد ما ينفذ الجمل اللي قبل. تمام، فكده مثلا وليكن مثلا المستخدم دخل لنا رقم 3، فهيدخل هنا السويتش هيبقى سويتش 3، يبقى هيخش على الكيز التالتة. فين كيز 3 اهي. تمام، وهيطبع له برنت وينزداي. تمام، هيطبع له وينزداي ويقف لان كان في بريك. طيب هتقول لي لو ما كانش في بريك ايه اللي هيحصل؟ اقول لك لو ما كانش في بريك واليوزر دخل لي كيس 3 والبريك ده ما كانتش موجوده عندنا، هيروح طابع له الوينزداي والثرزداي والفرايداي وهيطبع له ويك اند كمان. وده اسمه الفول ثرو بيهيفير، وناس كتير وقعت فيه قبل الامتحان، فخلي بالك. وتعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل لو عملنا رن الكود ونشوف برضك الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيه. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل معانا لما نيجي نستخدم البرنامج زي ده. اولا انا هدخل البرنامج ونقول له مثلا الداي بتاعنا هو رقم 3، هيطبع لي الوينز داي. تمام، احنا قلنا برضك لو هنيجي نشيل البريك من عند الوينز داي هنا، خلينا نشيل البريك ونشوف ايه اللي هيحصل، يعني ايه اللي هيحصل في الكود. نيجي نعمل رن وقال لي دخل نمبر اوف ذا داي رقم 3 مثلا، قال لا، وقال لي الوينز داي والثرز داي والفرايداي والويك اند. فعشان كده خلينا نقول ايه، يعني جملة بريك هنا فهي اللي بتوقف الكيس بعد ما يتنفذ. يعني زي مثلا لو انا مفيش بريك هنا رقم 3، مفيش بريك هنا بس هيطبع لي الوينز داي والثرز داي بس، وهكذا لو ما كانش في بريك مع اي واحدة من بعده. تمام، خلينا ننتقل على المثال التاني. عايز اتعامل مع اكتر من حالة بنفس الوقت. يعني مثلا لو الايام بتاعتي من 1 ل5 فده الوركينج داي بتاعتي، والباقي هو عبارة عن ويك اند. تمام، هنا هنتكلم على طريقة ذكية بدل ما نفضل نكرر في نفس الكود بتاع كل حاجة. اي رقم بين ال1 وال5 هيوصل للوركينج داي قبل ما يقابل البريك. تمام، يعني اختصرت الدنيا وبقيت عبقري في سطرين. فتعال نشوف المثال بتاعنا. اولا هنا برضك انا بستقبل رقم الداي من المستخدم، وجيت عند السويتش قلت له الرقم اللي هيدخلك المستخدم لو كان 1 لغاية 5 فيا عم الحاج اطبع لي الوركينج داي وبعدين حط بريك عشان يقف لغاية هنا. خلاص بقى انا من 1 ل5 فالكيسز دي خاصة بالوركينج داي. ومجرد ما يدخل 6 ل7 فهو هيقول له ده ويك اند وبعدين يحط له بريك. بقى لو كان المستخدم عبقري زيادة عن اللزوم وقال له ان الداي بتاعي هو رقم 8، هيقول له انفاليد داي يا معلم، انت جاي من كوكب المريخ ولا ايه؟
مساء الفل. وبس. تعال نشوف بقى الران بتاع البرنامج ايه اللي هيحصل فيه. دخل 5 هقول له working day قشطة. لو كان المستخدم دخل 6 هيقول له الويك اند. فكده البرنامج بتاعنا شغال تمام ومظبوط. تعالوا بقى المرة دي هنخلي المستخدم يدخل حرف والبرنامج يقرر بناء عليه. لو كتب ال A هيقول له excellent، لو كتب ال B هيقول له good job، لو كتب ال C أو ال F لو كتب ال F هيقول له oops try again. شوف بقى إيه قوة السويتش في التعامل مع الكاركتر، مش بس أرقام، وتقدر تطورها وتخليها تتعامل مع المنيو أوبشن أو الجيم تشويس. المهم عندنا في الكاركتر، في طريقة استقبال الكاركتر احنا بنعمل C تمام، وقبل ما نحطها في الدبل كوتيشن بنحط قبلها مسافة، لأن ممكن المستخدم يحط مسطرة أو يتك انتر كده، فبدل ما البرنامج يقرأ الانتر أو المسطرة دي فبيقرأ الحرف بعد اللي كتب بعد المسطرة والانتر. تمام. بيبقى كده عملنا إيه؟ وكده استقبلنا الكاركتر بشكل صحيح. تمام. هتخلي بالك برضك من الحتة دي. قول له انتر يور جريد EBCF، والسويتش هنا هيستقبل الجريد بتاعته. الحرف اللي هو هيستقبله في الشرط هنا، إذا كان الكيس ده A أو المستخدم دخل A فهيقول له excellent، لو كان B هيقول له good job، لو كان C هيقول له keep trying، فيقول له oops better luck for next time. تمام. وطبعا لو كان جريد تاني هيقول له invalid grade. يعني مثلا هنا قال لنا عاوزين الكاركتر اللي انت هتدخله، وليكن مثلا هدخل A، قال excellent. تمام. فهنا البرنامج كده مظبوط، كل حاجة تمام. للبروبلم سولفينج تشالنج، عندي مشكلة بسيطة، عاوز نكتب برنامج يخلي المستخدم يختار من المنيو. عندي 4 أصناف: عصير وقهوة وشاي ولبن. البرنامج بيطبع المشروب اللي اختاره. البرنامج في الآخر هيطبع لي إذا كان اختار عصير أو قهوة أو شاي أو لبن، ولو اختار حاجة مش موجودة هيطبع له invalid choice. فتعالى نحط مايند سيت كده حلوة قبل ما نفكر في أي بروبلم سولفينج. يعني قبل ما تكتب كود فكر كده كمبرمج، المدخلات هو رقم هيختاره المستخدم، العملية بتاعتي بتتكرر بناء على الرقم اللي هيدخله المستخدم، المخرجات بتاعتي هي اسم المشروب اللي هيطبع على الشاشة اللي المستخدم اختاره. طيب عندي كذا اختيار، ودي حالة مثالية للسويتش ستيتمنت. تمام. كل رقم هيبقى كيز في الآخر الديفولت، هتشيل كل الغلطات. دايما قبل ما تكتب الكود قول لنفسك ايه اللي بيتغير وايه الثابت. هنا الثابت هو المنيو، والمتغير هو اختيار المستخدم، يبقى سويتش هي المنقذ يا معلم. فتعالوا نشوف الكود بيقول ايه. اولا انا قلت الثابت هو ايه؟ هو المنيو. تمام. فانا طبعت له جمله اسمها print choose your ايه drink، وقلت له عباره عن عصير وكوفي وتي والميلك، فانتر تشويس، واديت له طبعا ارقام يختار بناء عليها. تمام. واستقبلت التشويس بتاعنا بالسكان اف. نخش على سويتش وهي موضوع الحلقه. فسويتش تشويس، انت دلوقتي يا عم اخترت 1 فانت اخترت عباره عن تشوز، لو اخترت 2 فانت اخترت كوفي، لو اخترت 3 فانت اخترت تي، لو اخترت 4 فانت اخترت ميلك. اي اختيار تاني هيطبع لك invalid choice. تعال نشوف البرنامج بيتكلم في ايه ونشوف الاختيارات بتاعتي. فهنا مثلا انا هختار ان انا اشرب كوفي، هختار 2 you choose coffee. تمام. فكده المستخدم، فكده البرنامج بتاعنا شغال تمام وكل حاجة تمام. وبس كده. حكمة اليوم يا صديقي الحياة كلها اختيارات، بس الفرق انك في الكود ممكن تكتب ديفولت، انما في الحقيقة مفيش ديفولت. لو اخترت غلط لازم تعمل ديباج في حياتك. فاختار صح سواء في الكود او في العصير اللي هتطلبه بعد ما تخلص الحلقة، وتشارك الحلقة مع اصحابك وتقول لي رأيك فيها. سلام.